أنا قبل ما أذهب إلى إيران كان عندي الحاجز النفسي من الشيعة، رغم أن الأكراد في السليمانية لا يعرفوا شيء عن الشيعة، لأن ما في شيعة حتى يعيشوا معهم. والحاجز الذي كان عندنا حاجز قومي، حاجز قومي تجاه الفارسي، حاجز قومي تجاه العربي، حاجز قومي تجاه التركي. لكن أنا كان عندي الحاجز النفسي أو الواطئ الإيماني، الوقاية الإيمانية من أن أتعجب بالشيعة. فكان لديك حاجزان. نعم. نعم. فرغم أنني كنت في المنظومة الإخوانية متأثرا بالثورة، ثورة الإمام الخميني كثورة مهمة، قيادة حكيمة قوية جدية، صاحب عزيمة، إرادة لا تلين، ثورة شعبية كبيرة على غرار ثورة لينين في 1917 في موسكو، على غرار ثورة الفرنسية، على غرار الثورات الكبيرة المهمة. والإمام الخميني بقوة شخصيته كنا كلنا أيضا متأثرين بالجو العام القريب منا وبالجو العام الذي شكله الإخوان ببيانين تنظيم الدولي أو احتفالات في الأردن من يوسف العظم وقصائده، أو مثلا تنظيم غالب همت كان في سوريا، كان أيضا على صلة بنا، يعني بصورة ليس بي لكن بإخواننا. هذا كان كله له تأثير. لكن الحاجز السلفي ما كنت متأثرا بشيء في الشيعة، رغم أنني درست الثورة الإيرانية عن قرب. وهذا ملك ريكار، هذا الأمر يلتبس عند كثير من الناس. يعني يمكن أن يعجب الإنسان بالتغيير الذي أتت به ثورة الخميني، لكن ليس بالضرورة أن يعجب بالفكر الشيعي. نعم، هذا صحيح. فبعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين الأمرين، فيسقط من حساباته دور الخميني وثورة الخميني وإسقاط الشاه لحساب كراهيته لما يرى الشيعة عليه من خلاف أو من ضلال من وجهة نظره. هو السبب والله أعلم هو سبق الأفكار. لأن أنا إذا وضعت حاجزا أمام عيني تجاه شيعي، تجاه النرويجي، تجاه الكافر المحارب، تجاه الأمريكي، تجاه من أبغضه أو لا أحبه، فبعدها أكون ظالما عليه في الحكم، ولا أكون عادلا في قبول أي جزء من حياتي. لكن عندما تدرس الثورة الإيرانية، ثورة بكامل أبعادها وبكل قوتها تشبه الثورات العظيمة في التغيير. لأن أنا زرت إيران 16 مدينة في زمن الشاه، الفسق والفجور والإلحاد واللادينية وعمق القاعدة الأمريكية، وكيف تحولت كلها من خلال ثورة سلمية في الشوارع، والناس في أيديهم الأزهار بأمر الإمام الخميني، يقول أرمي لهم الأزهار، وهم يضربونهم في الجمعة السوداء، يضربونهم بالدوشكة وهم يضربونهم بالأزهار. فبعدها أكسبوا الجيش. هذه قوة طبعا واحد لما يدرسها. ما زالت طبعا الثورة في رونقها وقوتها رغم ظهور الاختلافات فيها. فعلى أي حال أنا استفدت كثيرا في إيران، وحاولت الإيرانيين أيضا معنا، لكن الإيرانيين تنصلوا عن مساعدتنا، لأن وجدوا في هؤلاء كلهم إخوان، الأرضية إخوان والفكر إخواني، إذن سيعينون إخوانا سيكون منافسا له في مناطق السنة. ويومها كانت علاقتهم مع سوريا علاقة قوية جدا، وفي زمن الحرب العراقية الإيرانية لم يكن عندهم من العرب أحدا إلا جبهة سوريا، والإخوان كانوا في سوريا في صراع مع حافظ الأسد، فما كان ممكن أن يساعدوا الإخوان على حساب العلاقة مع سوريا ويضحوا أو يضعفوا هذه العلاقة. وجانب ثاني أن الإيرانيين أذكياء في الاهتمام بالوسط السني، نحن نسميه الفل، يعني المنفردين. زعيم منفرد سني يمسكونه، لكن 20 واحد منظم يتركونه، لأن الأول أسهل استخداما. نعم. الأسهل هم يبرزونه ويجعلونه واجهة ويجعلون له الحاشية في أطرافه، لكن العمل المنظم لا يستطيع، خصوصا عمل منظم إخواني، لأن نحن عندنا أيضا جناح آخر إخواني إقليمي مثل ما موجود في الجزائر، الجزائر يعني أيضا. هؤلاء أيضا الإيرانيين ما تعاملوا معهم رغم أنهم ليسوا على علاقة بالتنظيم الدولي للأخوة. من يمثلهم عندكم في الأكراد؟ الآن طبعا الشيخ صديق الذي أصبح الآن رئيسا للحركة الإسلامية في كردستان. فعلى أي حال الإيرانيين كانوا على هذه الحالة، ونحن أيضا بدأنا بالعمل، لكن بعدها لما يئسنا من أي مساعدة منهم بدأنا نعمل. وبعد فترة جاءت الضغوط الإيرانية علينا، ثم اعتقل 41 أخ من إخواننا، وكان طبعا ضربة موجعة مؤثرة. اعتقلوا من قبل الإيرانيين؟ الإيرانيين، نعم.
وبعدها قالوا أنتم تحرككم أمريكا ضدنا، فبقوا في السجون أكثر من عام. بعدها أخرجوا، قسم ذهبوا إلى بيشاور إلى باكستان وأفغانستان، قسم رجعوا إلى العراق، لكن العمل استمر. وكان في حينها الجهاد الأفغاني في أوجه. نعم طبعا. الدكتور عبد الله يرحمه كان هناك. عبد الله عزام. نعم. وأنت ماذا حدث معك؟ خرجت؟ نعم. أنا بقيت طبعا مع الإخوة في العمل الإخواني. أنا بعدها كنت في إيران؟ نعم في إيران. كنت ألبس أيضا جبة وعمامة وكذا، والإيرانيين لهم احترام خاص بالجبة والعمامة. فذهبت لإعادة التنظيم في مكان الذين اعتقلوا في كرج، منطقة اسمها كرج. بدأت العمل هناك إماما للمسجد ومنظما له. هي منطقة سنة هاي كرج؟ لا هي منطقة شيعية، لكن المخيم كان للعراقيين. وكنت إماما في مسجد المخيم. نعم في مسجد المخيم. فبدأنا بتنظيم الأخوة واستمر العمل إلى أن الإيرانيين أخذوني للتحقيق. المرة الأولى أخذوني للتحقيق، وأنت تعمل عمل تنظيمي، تعمل كذا. طبعا في البداية بأدب أيضا، باعتبار أيضا إمام مسجد. المرة الثانية ليس بكل أدب، يعني بتقليل من الأدب. فبعدها المرة الثالثة كان عندهم ضابط كردي يعمل معهم، كردي إيراني، وكان يعرف أنا سني وجريء تجاههم، لأن أنا على المنبر قلت لو جاء الإمام الخميني وصلى بنا إماما لما جاز لنا أن نصلي خلفه، صلاتنا تكون باطلة. وتعرف هذا في إيران، يعني الإمام الخميني كان يعبد. فبعدها جاءني الضابط ذاك في الليل وقال سيأتون غدا إليك من كرج. فأنا كنت أعرف إذا يأتوني طبعا من المناطق، إذن هذه أجهزة مختلفة. فبعدها في الصباح الباكر قبل الأذان جمعت بعض الأغراض وقلت لحارس الباب، قلت أريد أذهب إلى لكم الله إلى الحمام، إلى الدوش استحمام. فسمح لي بالخروج وبعدها خرجت. ولم ترجع؟ نعم ولم أرجع. بعدها ذهبت إلى المناطق الكردية كنت أغير الأسماء وغير الكارتات الهوية. والإيرانيين ما كانوا أذكياء إلى هذه الدرجة، يميزوا بين ما كنا نقطع من غلاف كتاب اسمه شريعة إسلام بالكردي، نقطع الغلاف نضع عليه صورة نكتب الاسم كذا وختم مزور ونشوفه بالسيطرة يقول يمشي، ويظن أنه هذا اسم منظمة شريعة إسلام يقول يمشي، أغلفة كتب. وأنا كنت أستخدم طبعا أسماء مختلفة. فذهبت إلى منطقة حدودية كردية. بعدها في بيت أخ صلاح الدين محمد بهاء الدين قال لي أنت ما تستطيع أن تبقى هنا، وطبعا في العراق أيضا ما أستطيع. فقال لابد أن تخرج إما إلى تركيا أو إلى باكستان. فقلت أنا أيضا لا أريد أن أخرج بدون أن أتزوج، فأرجع إن شاء الله أتزوج ثم أخرج.